تبدأ أحداث الفيلم في المكسيك، حيث يعيش صبي صغير يدعى ميغيل مع والدته روزا. تتلقى روزا اتصالا من شخص مقرب منها يحذرها من أن عصابة المخدرات تبحث عنها، وأن عليها هي وميغيل الفرار فورا. في هذه الأثناء نرى زعيم العصابة ماوريسيو غيريرو قد أسر شقيق روزا كارلوس بعدما سرق أموالا من العصابة. يخبر ماوريسيو كارلوس بأن عائلته ستكون التالية، ثم يقتله ويعلق جثته عند أحد الجسور. في ولاية أريزونا يعمل جيم هانسن، وهو جندي سابق متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية، حيث يراقب المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور الحدود. يلمح جيم مجموعة من الأشخاص بالقرب منه فيبلغ عنهم، وأثناء متابعته لهم يكتشف أن أحدهم مصاب فيمنحه بعض الماء قبل أن يتصل لطلب المساعدة الطبية. في الوقت نفسه يصبح منزل جيم مهددا بالحجز والمصادرة بسبب عجزه عن دفع مستحقاته، كما أنه لا يجد الكثير من فرص العمل. يعيش جيم بمفرده مع كلبه جاكسون، بينما أقرب شخص إليه هي شقيقته غير الشقيقة سارة، وهي شرطية. كلاهما ما زال يفتقد والدتهما بعد وفاتهما، وفي إحدى الليالي تأخذ سارة جيم من الحانة إلى منزله وتساعده على النوم. في اليوم التالي يعود جيم إلى الحدود، وهناك يصادف روزا وميغيل وهما يحاولان تجاوز السياج، لكن ماوريسيو ورجاله يظهرون في المكان. يحاول جيم إبلاغ دورية الحدود، إلا أن ماوريسيو ورجلين آخرين يخرجان من سيارتهم. وبعد أن يدرك جيم أنهم يشكلون تهديدا حقيقيا يحاول إخفاء روزا وميغيل، لكن رجال ماوريسيو يبدأون بإطلاق النار. يرد جيم على إطلاق النار ويصيب شقيق ماوريسيو فيقتله، ثم يدخل روزا وميغيل إلى شاحنته وينطلق بعيدا، بينما يطارده ماوريسيو سيرا على الأقدام. يتمكن جيم من الانفلات ومواصلة طريقه. عندها يتصل ماوريسيو برجاله لطلب التعزيزات، وبعد أن يبتعد بهما مسافة كافية يكتشف ميغيل أن والدة روزا قد أصيبت بالرصاص. يخرجها جيم من الشاحنة ويضعها على الأرض بينما تكون في لحظاتها الأخيرة. تعطي روزا جيم حقيبة تحتوي على أموال مسروقة، كما تعطيه عنوانا وتطلب منه أن يأخذ ميغيل إلى أفراد عائلته في مدينة شيكاغو. ينتظر جيم حتى تصل سيارات الإسعاف والشرطة لنقل ميغيل، وهناك يخبره أحد الضباط أن ميغيل يحمل جيم مسؤولية وفاة والدته. لكنه عندما يرى الأموال الموجودة في حقيبة روزا يشعر أنه لا يستطيع التخلي عن الصبي، فيقرر العودة من أجله. يعلم جيم من أحد الأشخاص في مركز الشرطة أن ميغيل سيتم ترحيله إلى المكسيك مع أحد أفراد عائلته، لكنه يلاحظ أيضا وجود ماوريسيو ورجاله داخل شاحنة متوقفة بالخارج. يخدع الضابط الموجود عند المدخل ويطلب السماح له برؤية ميغيل، ثم ينجح في إخراج الصبي سرا من مركز الشرطة. يلاحظ ماوريسيو ما حدث ويبدأ بمطاردته. يعود جيم إلى منزله لفترة قصيرة ليأخذ كلبه جاكسون وأسلحته، ثم ينطلق مجددا. وفي الوقت نفسه يصل ماوريسيو ورجاله إلى منزل جيم لجمع معلومات شخصية عنه، كما يسرق ماوريسيو شارة مشاة البحرية الخاصة بجيم، ثم يشعل النار في منزله ويدمره بالكامل. بعد ذلك يستقر رجال العصابة في مكان قريب، ويتمكن أحد رجال ماوريسيو من تتبع معلومات بطاقة جيم الائتمانية. يتوقف جيم عند محطة وقود ويشتري خريطة طريق حتى يتمكن من الوصول إلى شيكاغو. وبعد وقت قصير من مغادرتهما يصل ماوريسيو ورجاله إلى محطة الوقود، حيث يرهبون العامل الذي تعامل مع جيم. يفحص ماوريسيو تسجيلات الكاميرات المراقبة بحثا عن أي أثر له، ثم يقتل العامل ويواصل مطاردتهما. يشتري جيم بعض الطعام له ولميغيل قبل أن يعودا إلى الطريق، لكن شاحنته تتعطل بسبب ارتفاع درجة حرارتها. يتوقف عند ورشة قريبة ويدفع المال لإصلاحها مؤقتا، ثم يقضي الليل نائما داخل الشاحنة. في اليوم التالي يأخذ ميغيل جاكسون في نزهة ويستخدم بعض المال لشراء ما يحتاجانه. في هذه الأثناء تعرف سارة بما فعله جيم وتتصل به وتطلب منه إعادة ميغيل، لكنه يؤكد أن الأمر أصبح مسألة حياة أو موت. بعد عودتهما إلى الطريق يوقفهم أحد رجال الشرطة على الطريق ويطلب من جيم الخروج من السيارة بعدما يصادر أسلحته. يدعي الشرطي أنه يريد التحدث مع ميغيل، لكن جيم يلاحظ أنه يتحدث عبر الهاتف مع شخص
آخر. وعندما يواجه جيم الأمر يدرك بسرعة أن الشرطي يعمل لصالح العصابة وأنه قد خانهم وباع معلوماتهم. يشهر الشرطي سلاحه في وجه جيم، لكن جاكسون يعض ذراعه مما يمنح جيم فرصة للتغلب عليه. يضرب جيم الشرطي حتى يفقد الوعي، ثم يهرب مع ميغيل وجاكسون ويختبئان في مكان قريب بينما يمر ماوريسيو ورجاله بالمنطقة. وبعد أن يكتشف رجال العصابة أن أهدافهم قد هربوا، يقتل ماوريسيو الشرطي ثم يستولي رجاله على أسلحة جيم. يتوقف جيم عند محطة بيع أسلحة ليحصل على أسلحة إضافية، ثم يتوجه لاحقا إلى نزل لقضاء الليل بعدما ظن أنه أصبح في أمان لأنه لم يستخدم بطاقته الائتمانية. لكن ماوريسيو ورجاله يصلون إلى النزل ويقتلون الموظف قبل أن يبدأوا في البحث عن جيم وميغيل. يأخذ جيم الصبي ويختبئ بعد أن يتسبب في تنبيه الشرطة. ينجحان في الاختباء لبعض الوقت حتى تصل الشرطة، لكن ماوريسيو يلمح جاكسون فيطلق النار عليه قبل أن يغادر. في الصباح يجد جيم جثة كلبه ويحفر له قبرا ويدفنه بطريقة تليق به. يشعر جيم أنه ربما يجب عليه إعادة ميغيل إلى المكسيك وإنهاء هذه المطاردة، لكن بعد حديث آخر مع سارة يقرر أنه يجب عليه إكمال المهمة التي بدأها، بل إن سارة تقرر مساعدته والتكتم عليه فلا تخبر زملائها بمكان توجه جيم. يتوقف جيم وميغيل على طريق للنوم، وهناك يعلم جيم ميغيل كيفية استخدام السلاح، كما يحرقان أموال العصابة ويستخدمان النار للتدفئة. ومع اقترابهما من وجهتهما يكتشف جيم أن ماوريسيو ورجاله قد عثروا عليهما مجددا وأصبحوا قريبين جدا منهما. يتمكن جيم من الانفلات لفترة قصيرة مما يمنحه الوقت للوصول إلى موقع مناسب للقنص. يطلق النار على سائق العصابة فتخرج الشاحنة عن السيطرة وتتحطم. بعد ذلك يأخذ جيم ميغيل إلى مزرعة قريبة للاختباء. يتمكن من إطلاق النار على أصغر أفراد العصابة وقتله، لكن ماوريسيو ورجلا آخر يواصلان ملاحقتهما. يبتكر ميغيل خطة لتشتيت انتباه أحد رجال العصابة مما يسمح لجيم بإطلاق النار على آخر أفراد المجموعة. بعد ذلك يلاحق ماوريسيو ميغيل ويتمكن من العثور عليه. يمسك الصبي تحت تهديد السلاح ويستخدمه كطعم لإجبار جيم على الظهور. ويخبر ماوريسيو جيم أنه ينوي تجنيد ميغيل ليصبح جنديا صغيرا في العصابة، تماما كما حدث معه عندما كان طفلا، بل إنه يحاول إجبار ميغيل على سحب الزناد وقتل جيم بنفسه. لكن ميغيل يتذكر ما تعلمه من جيم فيفرغ مخازن الرصاص، ثم يترك جيم يواجه ماوريسيو. يتعرض جيم للطعن أثناء القتال، لكن ميغيل يتمكن من الوصول إلى السلاح ويسلمه لجيم. يطلق جيم النار على ماوريسيو في بطنه، ثم يترك له السلاح وبداخله رصاصة واحدة، مانحا إياه فرصة اتخاذ قراره الأخير. يعيد ماوريسيو إلى جيم ميداليته التي كان قد سرقها منه، وبينما يبتعد جيم وميغيل يسمعان ماوريسيو يوجه السلاح على نفسه. يواصل جيم طريقه مع ميغيل حتى يصل به إلى منزل عائلته في شيكاغو، وعندما تراه عائلته يشعرون بسعادة غامرة لعودته سالما. بعد ذلك يختفي جيم ويستقل باصا، وأثناء جلوسه يتذكر جروحه الناتجة عن الطعن، ثم يميل إلى الأمام ويغمض عينيه.